بدأت الحكاية من عند عبد القادر وانتهت عند سيد عبد الحفيظ. هو فعلا إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ من منصبه بسبب التطوير الإداري ودخول وجوه جديدة؟ طيب لو دخول وجوه جديدة، هو كابتن خالد بيبو وجه جديد ولا بدافع الاستفادة فعلا من خبراته في مناصب تانية أعلى؟ وزي ما بيتقال هيتم تعيينه في شركة الأهلي وهيكون عضو في لجنة التخطيط للاستفادة من خبراته. طيب هو ممكن يكون إقالة كابتن سيد بسبب موضوع عبد القادر ولا ممكن يكون ليه علاقة بحاجة تانية؟ تعالى الأول نفتكر مع بعض تاريخ الكابتن سيد عبد الحفيظ ونشوف الراجل ده قدم إيه للنادي الأهلي كلاعب وإداري. كابتن سيد عبد الحفيظ لاعب كانت بداياته عن طريق اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في 13 يونيو 1989، وكانت مع فريق تحت 12 سنة تحت قيادة حسام البدري، وفريق تحت 13 سنة بقيادة رمضان السيد، وفريق تحت 15 سنة بقيادة مختار، وفريق تحت 16 سنة بقيادة إبراهيم عبد الصمد، وكمان فريق تحت 17 سنة. وبعد كده تم تصعيده للفريق الأول موسم 1996-1997، وشارك مع الفريق الأول في 220 مباراة رسمية في كل البطولات، سجل خلالها 30 هدف، وكانت أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطولة كاس مصر في 27 أبريل 1997، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، وكانت آخر مباراة رسمية مع الفريق في 27 نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب، وده في دوري موسم 2005-2006، وانتهت بفوز الأهلي 3-1. ومن أهدافه الغالية هدف في مرمى الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا سنة 2001، وآخر في مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي نفس البطولة. وتمت إعارته في نهاية مشواره الكروي لنادي الوحدة السعودي، وكان مشواره مليء بالبطولات. أحرز سيد عبد الحفيظ خلال مشواره مع الفريق الأول بالأهلي 14 بطولة في 9 مواسم فقط، 6 دوري مواسم ما بين الفترة 1996 ولحد 2006، و2 كاس مصر سنة 2001 و2003، و2 سوبر مصري سنة 2002 و2005، وكمان بطولة كاس النخبة العربية الرابعة بتونس سنة 1998، و2 كاس بطولة دوري الأبطال الأفريقي سنة 2001 و2005، كمان كاس السوبر الأفريقي سنة 2002. كل ده غير البطولات اللي حققها وهو مدير كرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، واللي تولاه لأول مرة سنة 2010 لحد 2014، ورجع مرة تانية في موسم 2015-2016 لحد يوليو 2023، وقدر إنه يحصل مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت ل 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدوري الممتاز، و5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و4 بطولات للسوبر الأفريقي، وكمان 5 بطولات لكاس السوبر المحلي، بجانب حصوله على ميدالية برونزية مرتين متتاليتين في بطولة كاس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022. سيد عبد الحفيظ بيعتبر تاني أحسن مدير كرة في تاريخ الأهلي بعد الكابتن ثابت القطري، وده مش كلامه خلاص، لا هو فعلا كل البطولات اللي هو حققها وكل المواقف اللي كان بيعملها كان بدافع الحب للنادي الأهلي. طيب واحد عمل كل ده للنادي الأهلي، هل ممكن يكون النادي الأهلي اتخلى عنه أو كان في مؤامرة ضده؟ ولا ممكن يكون بسبب مشكلة عبد القادر والكلام الأخير اللي قاله، وده خلى البعض يقول إن سيد مش قادر يتحكم في أوضة اللبس؟ ولا فعلا علشان في مكان تاني في النادي الأهلي محتاجه ومحتاج خبرته؟ ياريت تشاركونا رأيكم في الموضوع ده، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب على اليوتيوب.